ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بالف خير. طبعا انا عارفه ان انتوا زهقانين وفاتحين الابليكيشن كده عشان تتفرجوا على الفيديو ده والفيديو ده وكده زي بالظبط. انا زهقانه بس قلت اعمل معاكم بقى الغدا اللي انا هخترع فيه النهارده. يعني ما اخبيش عليكم، انا امبارح كنت عامله بانيه ومكرونه، كنت محمره بطاطس يعني وكده. المهم ففاض عندي فراخ بانيه لان ما قلتهاش كلها، وكنت سلقه البطاطس وقلتها. فلما سلقتها بصوا دي باقي بانيه من امبارح، وادي البطاطس. شايفين بطاطس ايه؟ لما جيت اقليها فهي يعني ارهقت، انا سلقتها زياده عن اللزوم فارهقت كده وايه وبقت مكسره. بس كان طعمها جميل جدا. يعني لما بتسلقوا البطاطس كده نص سلقه ما تزودوش السليق فيها وتقلوها بتبقى تحفه. المهم يعني ففاض عندي البطاطس وقطعه البانيه المقليه دي والبانيه اللي هي ايه انا سايباها في الخلطه بتاعتها. طيب ما انا مش معقوله هعمل بانيه تاني النهارده ومش هرمي الاكل، حرام. اعمل ايه؟ فقلت بس كنت مطلعه كده بصلتين، خدوا بالكم معايا كده ركزوا معايا، وقرن فلفل حامي وطماطمايه، تمام. وكان عندي كده ايه فلفل الوان بس مرهق شويه في التلاجة، يعني ايه دبل شويه في التلاجة. ارميه؟ لا مرموش طبعا، حرام، ربنا هيسالنا على نعمه ربنا. والفراخ دي هقصقصها كده بالمقص، وهعملها بقى ايه يعني احط البطاطس والفراخ واحط الخضار وهعمل بقى ايه زي شاورما، بس كاني ضفت عليها بطاطس. هتقولي طب الفراخ، انا الفراخ مش متبلاها، يعني متبلاها مش حاطه فيها بيض. معظم الوقت ما بحطش في الفراخ البانيه في التتبيله بتاعتها بيض علشان بحس ان هي بتزفر الفراخ. وبرده اهو نفعت علشان خاطر انا عمري ما هعمل شاورما بالبيض يعني. طيب كنت متبله بقى الفراخ بايه؟ كنت حاطه عليها ملح وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر ونقطه خل وايه تاني وفلفل اسمر، بس كده. كنت سايباها في التتبيله وبطلعها. لو هعملها بانيه بحطها في فيجيتار او ممكن لو عندك دقيق اسمر مع حبه فيجيتار وتحط لها نفس التوابل اللي انت حطاها وتقومي ايه قليها يعني. المهم بقى انا هقطع الكلام ده كله، طولت عليكم في الكلام، انا بقول لكم انا زهقانه وقاعده لوحدي ومحتاجه حد اتكلم معاه، وانتوا كمان زهقانين، فاحنا قلنا نتساير مع بعض. فهقطع بقى الفراخ وهقطع البصل جوليان وهقطع كل الحاجات دي اللي معايا دي، واخدكم بقى معايا على البوتاجاز اوريكم بقى انا هعمل ايه. خليكم معايا وتروحوا في اي حته. يلا. هنا بقى انا جبت الطاسه بتاعتي وحطيت فيها شويه زيت، وبعدين نزلت بالفراخ اللي انا قطعتها اللي احنا متبلينها بتاعت الفراخ البانيه،